السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده هنعرف فيه مع بعض ازاي بتستفاد بالهارد بتاع اللابتوب بتاعك القديم. لو حبيت حضرتك مثلا عندك هارد 128 جيجا او هارد مثلا صغير عن كده، بس الهارد ده بيكون اس اس دي مثلا، حضرتك بدل ما تبيعه ممكن حضرتك تستفاد بالهارد ده وهو تحويله لفلاشة. طبعا انا بتكلم التحويل بيتم عن طريق يعني حاجة بتكون مضمونة. انت عشان مثلا تجيب فلاشة 128 جيجا، طبعا هي مش هتكون مثلا بنفس سعر الهارد طبعا هيكون اغلى، وبالذات لو هارد اس اس دي هيكون اغلى بكتير. فممكن حضرتك تستغل الحتة دي وتخلي الهارد اللي هو الاس اس دي مثلا زي اللي موجود قدام حضرتك ده، تخليه حاجة تحفظ عليها البيانات بتاعتك، وبتكون اضمن من الفلاشة في التشغيل لان عمره الافتراضي بيكون طويل جدا. فالنهارده هعلمك ازاي تعمل ده. طبعا كل اللي انت محتاجه الراكة اللي حضرتك شايفها دي، هي مش راكة، هي تعتبر يعني حاجة زي كونفرتر كده، بتحول اللي هو وصلة الساتا ليو اس بي. حضرتك تقدر توصلها بجهاز الكمبيوتر بتاعك، وطبعا زي ما حضرتك شايف تقدر توصلها في الهارد بالشكل ده، وتبدأ ان حضرتك تشغلها فلاشة معاك. تقدر حضرتك انك تنقل عليها كل البيانات اللي انت حضرتك محتاجها. برضو ممكن تنفع مع الهارد العادي، يعني هي اي هارد تشتغل معاه. ده برضو هارد لاب عادي ممكن تشتغل معاه بالشكل ده. الجميل فيها كمان بيجي فيها حاجة اوبشن كده زيادة. الاوبشن ده عشان يكون واضح معاك، وهو المدخل بتاع الادابتر ده بيحول الهارد اللي هو الكبير خالص بتاع الكمبيوتر ده، لو حطيته على طول كده مش هيبدأ انه يشتغل معاك، لا، لازم عشان يشتغل معاك لازم يكون معاك ادابتور زي ده على الاقل 1.5 امبير عشان يبدأ يشغل الهارد القديم خالص معاك. تقدر ان حضرتك ترجع اي بيانات كنت حاططها عليه او كده. وده كان فيديو النهارده حبيت ان اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليكم على المشاهده.